الكورة عند الرجالة خلّي بالِك أنا دلوقتي ممكن كلامي يكون نتيجة الفترة اللي أنا عِشت فيها واتعاملت فيها مع الكورة، إمم. لإن دلوقتي الموضوع اختلف شوية، يعني إيه، يعني زمان الكورة كانت الرجالة بس، كممارسة كمان، إمم. ودلوقتي لأ الموضوع اختلف، بقى في كورة نسائية وبقى في اهتمامات للكورة، ولكن بصفة عامة الراجل اللي بيهتم بالكورة أو ليه في الكورة ودول كتير جدًا، الموضوع جَد أوي معاه. وما ينفع وفي طقوس، وفي إلغاء للمواعيد لأي حاجة ممكن تحصل في سواء في ماتش؟ البيت طبعًا، ده في ماتش بقى يعني برضه إمم. مع انتمائه والحاجات دي كلّها، فممكن يضبّط يومه وعلاقاته ببيته وولاده ومراته على أساس الماتش، يتحط أولوية وبعدين نضبّط بقية الحاجات، دي حاجة غير الطقوس اللي بتتعمل والموضوع التفاؤل، أنا رُحت اتفرّجت في الحتّة الفلانية في الكرسي الفلاني، فعلاقة الراجل بالكورة غريبة جدًا وحتى لو بيروح الاستاد يعني في موضوع التفاؤل ده، إمم. سواء استاد أو سواء مكان بيتفرّج فيه، كرسي، حاجة بيلبسها على فكرة. إمم. وحصل مثلًا فريق بيشجعه وكسب، لأ في تفاصيل كتيرة وفي اهتمام شديد أوي بموضوع الكورة موضوع مع جَد الراجل، ما مش حدش يقرّب هزار. منه، ما آه. حدش يقرّب منه.